توحشناكم بالزاف، بقالنا كتير غابرين عليكم بس سامحونا، ظروف والله مش اكتر يعني. الفيديو ده كنا المفروض نعمله من فترة بس جه الوقت يعني، عشان انا شايف ناس مريضة لازم تسمع الكلمتين دول، بعض الناس مش ناس كتير. اولا الف مبروك الف مبروك لمنتخب المغرب على اللي حصل في كاس العالم. قسما بالله انتوا رفعتوا راسنا، مش راس المصريين، انتوا رفعتوا راس العرب ورفعتوا راس افريقيا، ودي حاجه انتوا عارفينها مش محتاج ان انا ازودها. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، لو انتوا شايفين او فاكرين ان المغرب خسرت في كاس العالم يبقى انتوا غلطانين. تمام. طبعا انتوا شفتوا بعينيكم في الماتش بتاع المغرب وفرنسا ايه اللي حصل، وبدون دخول في تفاصيل، التفاصيل واضحه قدامكم على الانترنت، على السوشيال ميديا. تمام، فمش محتاج ان انا اتكلم فيها. فانا بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير المغرب كسبانه، ربحانه كاس العالم. بالنسبه لنا احنا كمان ان المغرب خدت كاس العالم، ان هي توصل للنص النهائي حتى لو خسرت هي كده ربحت كاس العالم بالنسبه لنا. تمام. حاجه ثالثه، انا بزرب عليكم، مش عايز اطول عليكم، احنا لسه هنخش في تفصيل كده سريعا انا والزوز، عشان انتوا بالزاف ديال الناس بيسالوني على الزوز، فين الزوز؟ توحشنا الزوز معايا اهو. اخر حاجه بس هشكركم عليها، واشكر المغرب، شكرا يا مغرب، لان كاس العالم للانديه هيتلعب في المغرب في شهر 2 ان شاء الله، والاهلي هيكون موجود معانا هنا في المغرب. العز، مش هقول اكتر من كده. زوز سلم على حبايبك عشان انت بقالك كتير. المهم انا كنقدم لهم السلام ونقدم لهم بعد هذه الغيبه الكبيره، وكنقول لهم ما تقلقوش، راه ربحنا كلشي، راه رابحين كلشي، نجيو من الاخر راه رابحين كلشي، راه ما خسرنا حتى شي حاجه. خسروا دوك الناس اللي لعبوا لنا في الماتش، هما اللي خسروا وخسروا كل حاجه واضحه، لا ياخذ فيهم الحق. انا كنهضر على الناس اللي خصوصا الحكم مباشر، اللي كان موراه ولا اللي كان قدامه ولا اللي كان كل حاجه طالعه ظاهره، مش محتاج ان احنا نتكلم. لا ياخذ فيه الحق قلقنا ما قلقنا والو، والله ما قلقنا والو. هنا كيبين بان الناس اللي كيقولوا اللي كيتصدقوا بالحريه وتصدقوا بحقوق الانسان وحقوق الرومات ديال المغرب ما داروا حتى حقوق الحيوان، ويقول لك راه حنا حقوق الانسان. الله يهديهم، هما اللي خسروا، هما خسروا السمعه ديالهم، خسروا كل شيء اللي كاين، وحنا ربحنا كل شيء. ربحنا جمهور، ربحنا امهات، ربحنا داك التكاتل بيناتنا، ربحنا الدول العربيه، الدول الاسلاميه. وانا والله الا شفت واحد الافغان كيحتفلوا بالمطريات، والله الا الافغان، وشوف العالم كله. وسمعت الناس اجانب في فرنسا، عرفتي قال لك لا، المغرب تحقر، ما تحقرش الحمد لله، هز راسو باللعب ديالو، خرج بشرف وخرج بكل شيء. كيتهم هما وريناهم التربيه ديال ولادنا اللي ترباو عندهم تماك، وريناهم كيف ترباو، كيف الناس كيموتوا على القاميس، يموتوا على هذا. كتشوف اللعابه ديالنا نيت كانوا معطوبين، كاين اللي مضرور ودخل كيلعب كيموت على القميص باش يبين حب الوطن وحب لا سميتو. وهذه هي اللي جعلتنا قدام العالم بينوا التربيه ديال ولاد المغاربه. وحاجه ثانيه يا زوز بس انا عايز اقولها لهم، احنا ما عندناش مشاكل مع اي دوله. لو عندنا مشاكل هيكون عندنا مشاكل مع اعلام في اي بلد، حتى لو في مصر. لو انت مش فاهم يبقى انت ما تستحقش تجلس على الكرسي اللي انت قاعد عليه. احنا مشاكلنا مع اعلام متخلف، يعني لو في اعلام متخلف بيتكلم وهو مش فاهم يبقى ما تقعدش على الكرسي اللي انت قاعد عليه. ده بالنسبه لي، تمام، وبالنسبه لناس كتير. لكن احنا كدول وكشعب احنا ما عندناش مشاكل معاهم، كمصر، كمغرب، كاي دوله تانية.
يعني انت بتفهم في حاجه، شايف الصوره قدامك، انت ليك كرهك بقى لحد معين، لدوله معينه، ما تطلعش عشان هيضحكوا عليك. والله ما تطلعش تتكلم وخلاص عشان هيضحكوا عليك، اقسم بالله. دي مشكلتنا يعني، لو مشكله هتبقى مشكله مع اعلام مش مع شعب. اما الشعوب كلها كلمه واحده وكلهم توحدنا توحدنا، المشاعر ديالنا كلها توحدنا. لا توحدنا الحمد لله. وكنشكر تا قطر ديك الارض اللي جمعات كل شيء وعرفات تنظم، عرفات الناس كي كيخرجوا من التيرانات كيمشيو البلايص ديالهم كل واحد محدد. لا كان في الألوف تنظيم، ديال البشر. لا زعما تا قطر كاين. والحمد لله منين هزينا راسنا في بلد عربيه هذيك هي اللي كاين. كون كنا في شي بلاد من غير كنا غنتقهروا اكثر، كان ممكن يحصل حاجه نتقهروا اكثر، لان هما شتي في الفكره ديالهم دابا، العقليه ديالهم ديال الفيفا والعقليه ديال الانسان الاوروبي ولا الانسان هذا، العقليه ديالهم لا دائما حنا كنشوفونا ديك المرتبه ثانيه ولا انت مرتبه. عارف يا زوز، انا لو ليا في السياسه، لكن انا ماليش في السياسه. لا انا لو ليا في دابا السياسه لا. هقول كلمتين دلوقتي طازه بس ملهاش لازمه، لا لان انا ماليش في كاين السياسه. الاقلام ديالكم موجودين تبارك الله اللي يهضروا في السياسه، لا انتوما ولا تونس يعني حتى الجزائر. بطريقه غير مباشره كده، آه. ان مسرحيه كانت باينه، وعشان المسرحيه يعني ايه يتسكى عليها وخلاص، يعني حاولوا تنسوا، رحنا منزلين لكم حاجه تانية وحاجه ثالثه وحاجه رابعه، وايدناكم في مش عارف مين في ايه وايه، يعني انسوا بقى، انسوا اللي حصل. فانا لو ليا في السياسه هتكلم كتير، بس انا للاسف انا يعني الحمد لله مش للاسف، انا ما بحبهاش. السياسه بالنسبه لي الحمد لله كاين اللي كل واحد اختصاص ديالو، وتخصصه كل واحد ديال هذا. انا يعني في حد انا بحب اتفرج عليه من ولاد بلادي، يعني بيتكلم في السياسه بطريقه غير مباشره، يعني من غير ما اذكر اسمه، هو اكيد انتوا عارفينه. بيتكلم في السياسه بطريقه كوميدي، انا بحبه جدا طريقته. دي حاجه. تاني حاجه برضو، سؤال من الاسئله اللي جات لي كتير، انت ليه ما مشيتش لقطر؟ ما مشيتش لقطر لكذا حاجه، ومنهم ان كانت التيكت كاينه، تيكت الطيران عادي ان انا اروح، هي ان انا كنت اطلعها. المشكله كلها كانت في تيكت تذاكر الطيران، تذاكر الماتش. دي كانت مشكلتي، لان التيكت اصلا الناس في المغرب، ناس المغاربه اللي في قطر مش لاقيين تيكت، ولما لقوها مش كلهم خدوها، ولما لقوا بفلوس لقوا التيكت واصله 20 جوج مليون وجوج النص، يعني 25,000 وحكايات كده. يعني انا ليا واحد صاحب احمد نور، في منكم اللي يعرفه في قطر، قال لي احمد هنا التذاكر مستهبله، الاسعار مستهبله. لما جلاله الملك نزل قرار ان المغاربه يدخلوا فابور، دي حاجه فرحتني، بس في نفس الوقت كنت بلاقي برضو في عجز، ان الناس مش عارفه تدخل، مش كل الناس عارفه تاخد تيكيتات. فهي دي كانت اكبر مشكله عندي، ان انا اروح هناك واحصل. انا كان نفسي احضر ماتش من ماتشات كاس العالم للمغرب، بس ما حصلش نصيب. دي كان ردي على سؤال من الاسئله اللي جات لي يعني. وعايز اقول لكم على حاجه، معرفش في منكم اللي ما يصدقش وفي منكم اللي يصدق. انا ليا الشرف ان انا لبست تي شيرت المنتخب المغربي، على فكره ده عليه اسمي ماشي، احمد زيدان، معايا الاحمر كمان. وكان نفسي يكون معايا برضو تي شيرت المنتخب بلادي، منتخب مصر، لكن للاسف ما كاينش، دورت عليه هنا في المغرب ما لقيتوش. انا دلوقتي انا اصلا بدور على تي شيرت المنتخب المصري وعلم مصر. انا يعني يا سفاره، انا بوجه لكم كلمه، يا رب لو حد من السفاره متابعني، انا عايز علم مصر، علم الكبير اللي بيتعلق كده في عند الجامعات هنا في عند باب السفاره، انا عايز واحد. انا محتاج واحد والله. فهقول لكم على حاجه، انا لاول مره في حياتي لبست تيشيرت المنتخب، كان تيشيرت المنتخب المغربي. انا ما لبستش تيشيرت، يعني انا يعتبر لما كنت بلبس تيشيرتات كوره كنت بلبس الاهلي. تيشيرت المنتخب مش قصد، هي مش جايه قصد والله، ما كانش فيه فرصه او حاجه يعني.
لكن كان اول مره في حياتي البس تيشيرت منتخب، كان تيشيرت منتخب المغرب. ودي حاجه تشرفني، لان انتوا شرفتونا وشرفتوا العرب وافريقيا زي ما قلت لكم. وربحنا مدرب، والله ربحنا لعابه، تحياتي ليهم جميعا، ما شاء الله، ربحنا الله القلوب اكبر عليهم. ديال العالم كله، الكره الارضيه كلها، كاع اللي كان ربحنا بزاف ديال الحاجات، ربحنا كل شيء. وان شاء الله غتكون النتيجه، لان تقهرنا في هذا الماتش، وان شاء الله تكون ان شاء الله. احنا بنكلمكم اصلا قبل الماتش بتاع ونتمنى المغرب من وكرواتيا. الله، لان سمعت بان غادي يدخل شي 3 ولا 4 اللي كانوا في الاحتياط وداك الشيء. تمنيت يدخل بزاف، عندنا لعابه كاينين سميتو، كاينين يدخلهم، غادي تكون النفس ديالهم اكثر، وان شاء الله تكون النتيجه. وحنا ما نوصيوش، شوف ما نوصيوش راجل لافوكا. شوف انا ما كنقوليش راجل لافوكا، لان كيقول لك ولا تتلامذوا بالالقاب. هذاك قالوا هو بغاه على راسو، انا ما بغيتوش. هذاك راس البركه، هذاك هو اللي يدخل لنا، هذاك راس البركه. انا بعدك انا نتمنى يسحب هذيك راس لافوكا، لانه هو مال يستحق اكثر من داك الشيء. هذاك الراس خصو يثبت، هذاك خصنا نبنيو عليه قبه. هذاك والله يسهل عليه ويسهل على الدراري، وان شاء الله تكون النتيجه مزيانه. احنا بنكلمكم اصلا قبل ماتش المغرب وكرواتيا، وان شاء الله كسبانين، وان شاء الله كسبانين او خسرانين، احنا هرجع اقولها لكم، بالنسبه لنا اكبر مكسب لينا، وبالنسبه لنا وبالنسبه لناس كتير قوي، المغرب كسبانه كاس العالم حتى لو طلعت. كسبنا كنا من الملك، من الجميع، كل شيء. هو انا ما شفتش، هو انا مش عايش معاكم. شوف كنا كسبنا، هو انا ما شفتش، وداك الشيء اللي انا ما شفتش الملك لما نزل في الرباط. الملك ويخدموا، اقسم بالله انا اخواتي والناس اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش كمصريين باعتين لي بيقولوا لي هو الملك نزل الشارع؟ قلت لهم لا الملك قلت لهم الله يحفظه وينجيه، لان قدم كل شيء. حتى الناس دابا اللي ما كانش كيعرفوا المغرب غادي يجيو المغرب يلقاو تبدل، حتى البنيه التحتيه. حنا كل شيء، عارفين البنيه التحتيه اللي تبدلت دابا، ولا داك الشيء اللي عشان تعرفوا بس. لما بطلع احب في المغرب واشكر في المغرب، ما كانش تطبيل الكلام ده، الناس مسمومه معينه. لا تعالوا شوفوا في الكومنتات، انا نزلت فيديو صغير قلت لما المغرب استضاف كاس العالم للانديه، وده كميه الترحيب اللي انا شفته. ايه ده والله العظيم. يعني انا مش هتكلم، اقسم بالله. لا والله ما هتكلم، اقسم بالله. هذاك اللي قلوب خبيثه كاينه موجود، هذوك الشوائب كما كنقولوا حنا، هذوك كاينين موجودين، والله يسمح لهم والله يهديهم باذن الله. ولا ما بغاش يتهدوا، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. هذا هو اللي احنا هنقول سير هنقول سير، مشينا سير وصلنا الحمد لله على الله، وصلنا للنتائج اللي كنا كنبغيوها، وصلنا ليها. داكشي اللي بغينا وصلنا ليه، داكشي بغينا نكسبوا، الحب ديال العالم حنا كسبناه. الصحافه الدوليه كلها، الصحافه الاسبانيه باش تعرفها، كنتو داكشي اللي تكلموا لا يتصور، كلهم كيعتبروا هذاك الغش اللي تغشينا فيه، زعما كيعتبروا بان مسرحيه واضحه. لا كنا ضحيه كبيره. عايز تعمل مسرحيه؟ تعال لنا احنا كعرب. لا كنا ضحيه. تعال لنا احنا كعرب نعمل لك سكريبت، لكن تعمل مسرحيه باينه ان هي مسرحيه؟ لا. ان شاء الله غنبقاو واقفين على رجلينا، وغادي ندخلوا لهذا الماتش ونديروا داكشي، ونزيدوا نكملوا الحب ديال الناس اللي باقي ما عرفوناش، نزيدوا نكملوا بان راه عندنا فريق، عندنا اطور، عندنا بلاد، عندنا لا المغرب. والله العظيم المغرب كاين. ودي ما كنت اقولها لكم، المغرب كاين. لا المغرب مش هنطول عليهم. سبحانه وتعالى. ديما مغرب وتحيا مصر. سير. يلا نشوفكم على خير. السلام عليكم.